لو لسه محتاره ومش عارفه تجيبي طقم التيفال، طب هجيب طقم التيفال بس مش عارفه اجيب تيفال ولا اجيب تيتانيوم. طب يا ترى لو جبت تيفال اجيب نوعه ايه واختاره ازاي وسعره هيبقى كام؟ وده بقى اللي هنتكلم عليه في الفيديو النهارده. في البدايه كده حابب اعرفكم هو التيفال بيتصنع من ايه. مبدئيا زي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده عن طقم الجرانيت وطقم السيراميك، وقبلها في اساسيات طقم المطبخ واتكلمنا عن طقم الاستانلس، وعرفنا ان اي طقم سواء سيراميك سواء تيفال سواء جرانيت سواء تيتانيوم بيبقى الاساس بتاعهم الومنيوم، وبعد كده بيكون في رش خارجي. قلنا الجرانيت بيتعمل من مواد جرانيتيه، دي بتبقى حاجات غير مؤذيه، والسيراميك برده ده ماده، وطقم التيفال بيبقى اساسها الومنيا وعليها طبقه تeflon، وكل ما زادت طبقات التeflon كل ما كان الطقم 100 بيكون عازل كويس جدا، ما يلزقش في الاكل، وفي نفس الوقت لو سهيت واستخدمت معلقه ستانلس ما يتجرحش معايا بسهوله. فده اللي هو ليه طبقات كتير، وعشان ليه طبقات كتير فبيكون ليه سعر اعلى برضه. ده كله هنتكلم عنه النهارده في الفيديو ان شاء الله. اما بالنسبه للتيتانيوم فالتيتانيوم برضه بيبقى اساسه الومنيا، بعد كده بياخد طبقه تeflon، وبعد كده بتحط عليه طبقه عزل من التيتانيوم بتديله صلابه وقوه احسن من التيفال بكتير. طب خلينا في موضوع الفيديو بتاعنا النهارده وهو طقم التيفال، والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن طقم التيتانيوم وهنتكلم عنها بالتفاصيل قوي، لان التيتانيوم بصراحه من الحاجات اللي هي بقت داخله بقوه قوي في السوق. طقم التيفال في منها المصري وفي منها التركي. بالنسبه للانواع اللي هتلاقوها في التركي هتلاقوا فيتا وهتلاقوا مارتيف، هتلاقوا سافلون، هتلاقوا الحاجات دي. اما بقى بالنسبه للمصري ففي وان سافلون، نيو سافلون، برغوت، وفي تيما، وانواع غيرها كتير جدا مصريه. انا جايب لكم النهارده اعلى نوع في المصري اللي هو مش باين عليه مصري ولا مكتوب عليه كلمه تبين ان هو مصري، والنوع الثاني اللي هو التركي. انا عن نفسي لو هشتري لبيتي انا بصراحه هشجع المنتج المصري. لو شلتوا حله من ديت هتساوي حلتين من دوت في الوزن بتاعها، ما شاء الله بجد مخدومه قوي. ودي نفس الشركه بتاع السيراميك اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، فاللي ما شافش الفيديو هيلاقيه تحت في المعلومات اللي اسفل الفيديو. زي ما انتم شايفين كده، شايفين التشطيب حلويات، بصوا مرايه والله ما فيهوش غلطه، جميل قوي وما يقلش اي حاجه عن الكوري خالص. وبالمناسبه ادي الاسم بتاعه وان سافلون ومكتوب عليه كوريا. ده بيكون يد منه فيه حله تقيله، شايفين الغطا بيبقى عامل ازاي، التوزيع بتاعه الحراري والكلام ده كله، ومنافذ البخار زي الكوري بالظبط. الطقم بيكون عباره عن 4 حلل مقاساتهم كبيره ومقاسات محترمه قوي. اكبر حله بتكون مقاس 28، بالاضافه كمان للقلايه ديت قلايه كبيره مقاس 28. اما بقى بالنسبه للطقم التركي فهو بيكون 4 حلل برضه، بس اليد بتاعته بتبقى بكاليت، اللي هي اليد البلاستيك الحراري اللي معموله بمسامير، وفهمتكم كتير جدا في الفيديوهات اللي فاتت عن اليد البكاليت. بالاضافه كمان ان هو بيكون معاه جريل مقاس 28. وده كده شكل الحله من ورا بالتوزيع الحراري وميدن تركي وشركه ايفيتا. وادي شكل الحله من فوق اول ما بنفتحها. برضو الجرانيت التركي اهم حاجه تهتموا بها زي ما قلت لكم السمك. شايفين السمك قد ايه؟ 4 مللي. اهم حاجه سمك الحله يكون 4 مللي، ما يقلش عن 4 مللي. واليد بتكون بكاليت بالشكل دوت وبتكون مربوطه بمسمار. تمام قوي كده، عرفنا كل التفاصيل والخامات وازاي نختار. 3 شركات هتركزوا عليهم لو هتجيبوا مصري: وان سافلون، نيو سافلون، وتيما. ما تجيبوش غير دول. طب لو تركي، اي حاجه تركي حلوه سمكها 4 مللي هاتوها. وده بالنسبه لو انت هتجيبي طقم تيفال. والتيفال طبعا انتوا عارفين ان هو بيبقى محتاج معامله خاصه غير الجرانيت والتيتانيوم، فانتوا عشان كده لازم تستخدموا ادوات طهي زي السيليكون او الخشب. اوعي تستخدمي توزيع ستانلس او تسهي وتستخدمي معلقه ستانلس وانت بتقلبي في قلب الحله. لو اتجرحت لازم ترميها لانها بتعمل سرطانات، ربنا يعافينا منها ويشفي كل مريض يا رب العالمين. قولوا امين. صلوا على النبي بقى محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالى نتكلم في حته السعر. بالنسبه للمصري والتركي الفروقات مش كبيره، مش عشان مصري هيبقى سعره قليل، لا ده ممكن يبقى مصري واغلى من التركي، لان الخامات بتاع اللطم المصري برده مستورده من بره ومعموله باعلى جوده هنا في مصر. فلذلك طقم ايفيتا 4 حلل بجريل زي دوت، طقم زي كده الوان سافلون تيفال بيعمل حوالي 4500 4600. اما بقى بالنسبه لحته الوزن فانا لو حطيت ال4 حلل دول المصري على ميزان وحطيت ال4 حلل التركي على ميزان، دول هيبقى وزن دول مرتين. لو دول 10 كيلو دول هيجوا 5 كيلو. والطقم ده تقيل تهمه، وكل ما كان الطقم تقيل كل ما كان افضل واحسن، لان مش هيشيط الاكل معايا، وفي نفس الوقت الحله تبقى راسيه على البوتاجاز كده، ولا تميل كده ولا تيجي كده ولا تترقص ولا تعمل الشغل اللي انا بعمله ده. صلوا على النبي بقى وتعالى نعرف العنوان بتاعنا. احنا الحمد لله عنواننا ما يتوهش، احنا في مركز طوخ محافظه القليوبيه، شارع جلال حجاج
امام قاعه الف ليله وليله. هتيجوا هنا وهتسالوا عن سنتر الابرار للادوات المنزليه، وهتلاقوا 1000 مين يدلكم. اما بقى بالنسبه لو حابين تستفسروا عن اي حاجه او تعرفوا اي حاجه، فادي رقم التليفون بتاعي، كلموني على الواتساب وهتلاقيني بجاوبكم على اي اسئله او اي حاجه نفسكم تسالوا عنها. واشتراك في القناه عشان تشوفوا كل جديد. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن طقم التيتانيوم، وهنعرف ليه هو احسن من التيفال واحسن من اي حاجه تانية. فاشتركوا في القناه ومنتظركم الفيديو الجاي. سلام.